اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا اللي غنناقشوا فيه الخبر الصادم او الخبر الغير صار تلقاه الناخب الوطني طارق السكيتيوي. فطارق السكيتيوي تلقى اخبار غير ساره من مصر. كيفاش دايره هذه الاخبار؟ ففريق بيراميدز فهو رفض انه يصرح اللاعب وليد الكرتي المنتخب الرديف. فريق بيراميدز فهو كيقول بان كاس العرب فهو بطوله غير معترف بها دوليا، وانها بطوله ثانويه، ماشي بحال كاس افريقيا او كاس العالم. لذلك اللاعبين ديالو ما بغاش يصرحوا من المنتخبات ديالهم، ومن بينهم المنتخب المغربي اللي كيعول على وليد الكرتي كلاعب مهم في المنتخب الرديف. طارق السكيتيوي الان فخاصو القاء شي حل لهذا المأزق هذا، لانه كيعول على وليد الكرتي في هذا المنتخب وجرى به في المعسكر الاخير مباريات وديه. لذلك فهذا الخبر هذا فنزل كالصاعقه على طارق السكيتيوي. الان طارق السكيتيوي فهو خصو يلقى الحل، يا اما يقنع فريق بيراميدز المصري بتسريح اللاعب وليد الكرتي قبل اسبوع من كاس العرب. وبالمناسبه المنتخب الوطني المغربي غياخذ اول لقاء يوم الاثنين المقبل، يعني ما بقاش بزاف. وجاء هذا الخبر كالصاعقه على وليد طارق السكيتيوي. كيف ما قلنا، طارق السكيتيوي الان عنده جوج الحلول: يا اقناع فريق بيراميدز المصري، وهذا الحل هذا كيبان لي صعيب جدا، لان فريق بيراميدز المصري كيرفض ايضا تسريح لاعبين للمنتخب المصري، فما بالك بمنتخب اخر غير منتخب بلاده. بيراميدز المصري المكتب ديالو والرئيس ديالو فهم عنيدين في الامر هذا، ومتشبتين بجميع اللاعبين ديالهم. علاش؟ لانهم لاعبين عصبه ابطال افريقيا وباغيين يمشيو بها، باغيين يمشيو فيها لابعد حد. طارق السكيتيوي عنده حل اخر، وهو البحث عن لاعب اخر يعوض وليد الكرتي. وكنظن بان طارق السكيتيوي ما غيلقاش مشكل هذا هنايا، لانه كاينين لاعبين اللي ممكن انهم يعوضوا وليد الكرتي. خاص غير يتم الاقتناع بلاعب او لاعبين باش انه يمشي معهم. فكيف ما قلنا، فكأس العرب فهو غادي تلعب يوم الاثنين المقبل، مباراة بين المنتخب الوطني المغربي والمتأهل من لقاء جزر القمر امام اليمن يوم الاربعاء. لذلك فما بقاش بزاف، بقات ايام قليله، ايام معدوده، ربما 7 ايام، وغادي يلعب المنتخب الوطني المغربي. لذلك فطارق السكيتيوي فخاصو يلقى الحل لهذا المأزق اللي وقع فيه. الى هنا الاخوان، هذا الفيديو هذا كان خاص بهذا الخبر هذا. كيف ما قلنا لكم، اخبار عاجله كنديروا عليها التفاعل ديالنا، نحاولوا نوصلوا المعلومه كما